السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل معاكم الطعمية اللي هي بالفول مش بالحمص. عملناها طالعة جميلة وخضرا ازاي وزي الفل، وطرية وهشة من بره وجميلة جدا، بطريقة سهلة وبسيطة تعمليها في بيتك. جبنا طبعا حوالي انا عاملة كده ربع كيلو فول مدشوش بتجيبيه من عند العطار. عايزة تعملي مثلا كمية صغيرة كمية كبيرة حسب ما انت عايزة، وبرده بتعمل معاكي بتزود الكمية بتضاعف معاكي. معايا كده بدأت نقيت الفول كويس طبعا من اي حباية زيادة فيه وحشة او كده، وغسلته كويس ونقعته حوالي يوم كامل من الصبح بالليل او من الصبح لتاني يوم الصبح حسب ما انت عايزة. والخضرة عندي كرات، واخدة ربطة كرات اللي هو المصري، ومعايا خضرة بقدونس وكزبرة واخدة يا دوبك كده حفنة كده، ومعايا بصلاية وثلاث فصوص توم. ومعايا هنا الفول بعد ما صفيته من ميه وبعد ما اتنقع وخد اليوم الكامل. بدأت نزلت كده المكونات بتاعتي على بعضها، طبعا ما بحطش التوابل في الوقت دوت، انا كده كده بحط التوابل لما باجي احمر الطعمية. قطعت البصلاية بتاعتي 4 او قطع بالشكل ده. ما تنسوش بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. شايفين حبايبي، وكل اللي ما بيشاهد اللي لسه بيشاهدني ومش عارف قناتي، انا قناتي سهل ولذيذ مع وفاء، قناة بسيطة وبنعمل فيها كل حاجة سهلة وبسيطة. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو، وكل اللي بيعجبه حاجة عايز يتابعها عندي يشوفها على القناة. بدأت كده نزلت في الكبة. انت عندك برضو لو ما عندكيش كبة ممكن خلاط وتزودي نص كوباية مية عادي وبتضربيها فيه بتبقى حلوة برضو. انا بدأت نزلت بالكبة بتاعتي المكونات ملخبطة ببعضها بالشكل ده وحطيتها في الكبة، وهبدأ بقى اضرب كل المكونات بتاعتي مع بعضها. بصوا ما شاء الله الكمية اتضاعفت ازاي ولسه هتتضاعف. شايفين حبايبي؟ عملنا ما شاء الله الطعمية بنروح نجيب القرص الطعمية الواحد الصغير بجنيه او ب2 جنيه. انت النهارده عملتي طعمية ببيتك هتعمل معاكي وتعملي وتخزني منها في التلاجة بتفرزيها وبتحطي معاكي وتطلعي كيس بكيس صغير تعملي الوجبة بتاعتك. ممكن تنفعك فطار، ممكن تعمليها جنب غدا، جنب اي حاجة انت عايزاها تتغدوا بيها برضو، اكلة حرشة كده حلوة مع بطاطس بتبقى جميلة جدا. بدأت كده انا نزلت بالمكونات بتاعتي كلها في بولة بالشكل ده، هاخد منها جزء صغير احمره معاكم وتشوفوه، والباقي طبعا هفرزه او هحطه في كيس اعمله مرة تانية. طبعا انا مش عاملة الكمية الكبيرة اللي تخليني افرزها كلها، انا هعملها مثلا على مرتين 3. ببدأ ممكن تسيبيها في رف التلاجة الفوقاني الجزء اللي هيفضل معاكي وتعمليه تاني يوم عادي، بس ما تسيبهاش اكتر من يوم او يومين. يعني ما تسيبهاش اكتر من يومين في الصيف ده بتبقى مش حلوه. انت هتعملي الكميه بتاعتك هتطلعها من الفريزر تفك وتعمليها اول باول. بدات كده هنزل بكزبره ناشفه، كمون، فلفل اسود، ملح. وعندي طبعا الزيت على النار يا دوبك يسخن حلو ويبدا يقدح معايا. هبدا انزل بقى بالطعميه بتاعتي واعمل الاقراص اللي انتوا هتشوفوها. عايزه بقى طبعا لو ما عندكيش ما عندكيش كربوناتو تزودي معلقه صغيره بيكنج باودر. معايا سمسم حطيت عليه معلقه، ودي تركايه برضو اللي حابب يحط كزبره ناشفه على السمسم. بدات قلبت مكوناتي بالكربوناتو او بالبيكنج باودر، وبدات كده هبدا بقى اقرص الطعميه بتاعتي واحطها في الزيت. شايفين حبايبي شكلها عادي خالص ولا اي حاجه، على ايدك دي مره وعلى ايدك دي مره لحد ما تبقى قرص متساوي وتساوي من الجناب كده بالشكل ده. وعندك السمسم تاخدي بايدك كده، طبعا ايدك مبلوله طعميه هتحطيها هيلزق معاكي على طول. شايفين حبايبي الشكل؟ حاجه بمنتهى السهوله ووفرنا، وحاجه اقتصاديه. اول واحده طلعت معايا اتعوجت مني معلش، بس الباقي كله هيبقى مظبوط ان شاء الله. عشان الزيت كان سخن جدا ما قدرتش اقاوم بايدي. طبعا بتبعدي ايدك مسافه برضو عشان ما ايه الزيت ما ينطرش عليكي. عايزه تعمليها بمعلقه وتعمليها كور صغيره ممكن تتعمل معاكي جميله جدا برضو. ابدا بقى ما اقلبش الا اذا خدت لون من تحت عشان اقدر اقلبها ما تفرولش. بدات كده بعد ما حمرنا الكميه بتاعتنا، انا واخده كميه صغيره جدا اتحمرت معايا وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين السمسم شكلها وهشه، وبص مش عايزه اقول لكم صوت قرمشه وانا بعملها، في صوت بتعمل صوت وانا بعملها احلى من اللي احنا بنشتريها بمراحل. ممكن انت تشتريها من عند المطعم يكون مزودين عيش فيها،